كمل الآية. والذين تدعون من دونه، الحسين من دون الله، والحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة، كلهم دون الله. الله جل جلاله قال الله ربكم له الملك. طيب اللي ندعو من دونه إيش لهم يا رب؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون. ما يملكون من إيش؟ من تمرة؟ نواة؟ ما يملكون من. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تنطرح عند أيا كان هذا اسمه من دونه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يقول لك هو الله له الملك، واللي تدعوه من دوني ما يملك قطمير. القطمير هو الغشاء اللي على نواة التمرة. التمرة تأكلها، النواة تزرعها، القطمير ما أحد يبغاه، حتى اللي ما تبغاه ما يملكه ولا يقدر يخلق لك إياه، فكيف يكشف الضر عنك أو تحويله؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن تدعوهم، ما الذي يحصل يا رب؟ شوف في النجف في كل مكان ما الذي يحصل؟ إن دعوناهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تصدق الله؟ والله أصدق الله أنهم ما يسمعون. ولو سمعوا، يعني يقول لك لا يسمعون. ولو سمعوا يعني في أحسن أحوالهم، يعني سمع الكلام الدعوة وطلعت وسمعها أحسن أحواله، هل ينفعني بشيء؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني خسارة ورا خسارة ورا خسارة.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فجمعت الجثث ثم طرحوها في القليب، فقام صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من جثث هامدة؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فلما رموا في القليب كلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف. أخذ يناديهم بأسمائهم: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، النصر والعزة، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، الذل والهوان والعذاب؟ قال عمر وبعض الصحابة: يا رسول الله، تكلم أمواتا. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعونني، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال له بعض الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا: يا رسول الله، كيف؟ فإن صلاتكم معروضة علي، يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يا رسول الله، يعني بليت أو بلي جسمك؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أبو داود. يوم الجمعة يشرع أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أو من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تعرض علي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصلاة، هذه الصلاة من فلان، يا رسول الله، إن وسيم صلى وسلم عليك اليوم في كذا، اليوم في بيت فلان صلى فلان عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم تعرض علي، عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام، كيف تعرض عليك وقد أرمت أي تحللت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولى الناس بشفاعتي من هم؟ أكثرهم صلاة علي، صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، لو دعوت لحظة في حياتك غير الله عز وجل، لئن أشركت ليحبطن عملك كله، والله ما يبقى حسنة فقط وخلاص وتنتهي، لا، ولتكونن من الخاسرين. يخسر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وحاشاه، لو أنه بذل عبادة من أي عبادة لغير الله جل في علاه. ماذا قال الله بعدها سبحانه؟ بل الله فاعبد
وكن من الشاكرين. يرى الله عز وجل من ينطرح عند القبر، ويرى من يسجد لشخص لبشر، ويرى. ثم قال جل في علاه: وما قدروا الله حق قدره. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. His homecoming has been long awaited, and as soon as he set foot on Kuwaiti soil, he kissed it. The Emir was الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل جماعة رد، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. يعني أنت تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم. يا جماعة هذا افتراء على الله. يقول الله لو أعلم أنها أنا أريد أنهم يتخذونهم شفعاء ذكرتها في القرآن، وعلمت الرسل يعلمونهم الناس. ترى ما فيه جنة إلا عن طريق الرسل، صح يا جماعة؟ ترى ما فيه جنة إلا عن طريق الرسل، صح يا جماعة؟ ترى ما فيه جنة إلا عن طريق الرسل، صح يا جماعة؟ يقول الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تخترع شيء جديد، يعني نسي الله عز وجل. أن الشيخ الألباني قال حديث صحيح في صحيح الجامع، ووافقه الحاكم والذهبي وغيره. فتعجبت، قلت هذا الحديث أنا أجزم أن جل الناس لا يعرف. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة علي، انظر، نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. طريق الجنة يهديك إليه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى ما فيه جنة إلا عن طريق الرسل، صح يا جماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء محجوب. والله حديث مرعب هذا. الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أخبر بهذا؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دعاؤك محجوب حتى يصلي من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الداعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الدعاء محجوب. هل علمتم ماذا لا يستجاب لنا؟ دعاؤنا محجوب حتى تأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهكذا ابن عطية الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل جماعة رد، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. يعني أنت تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم. يا جماعة هذا افتراء على الله. يقول الله لو أعلم أنها أنا أريد أنهم يتخذونهم شفعاء ذكرتها في القرآن، وعلمت الرسل يعلمونهم الناس. معنا وإياكم على خير دائما. قلنا إيه شروط الشفاعة وكيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعجالة سريعة جدا. شروط الشفاعة شرطين:
إذن الله عز وجل للشافع والرضا عن المشفوع. بمعنى ببساطة شديدة أن ربنا يأذن للإنسان أن يشفع، لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فإن أذن الله عز وجل لحبيبنا ولأي حد تاني بالشفاعة يشفع. يعني إن تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم، يا جماعة هذا افتراء على الله. يقول الله لو أعلم أنها أنا أريد أنهم يتخذونهم شفعاء لذكرتها في القرآن. وقد ورد أن من صلى على رسول الله عليه وسلم 10 صلوات في أول النهار و10 في آخرها أدركته شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاغتنموا بارك الله فيكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الصلاة في التشهد. يعني إن تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم. إذا سمعتم المؤذن، حديث رواه مسلم، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة شفاعتي يوم القيامة. السبب الثالث ان انت تصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بعد العصر. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا جماعة هذا افتراء على الله. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني إن تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم. يا جماعة هذا افتراء على الله. يعني إن تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم. والله لو أعلم أنها أنا أريد أنهم يتخذونهم شفعاء لذكرتها في القرآن. وأرجو أن تنتبهوا لأن بعض أهل العلم قد زل في قضية الشفاعة لعدم فهمه للأدلة مجتمعة، رأى أن تعارضا قد وقع في الأدلة من خلال فهمه للأدلة القرآنية، فيقرأ مرة مثلا قول الله تعالى فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ويقرأ قول الله تبارك وتعالى مثلا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ويقرأ مرة قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلى غير ذلك من الآيات، فيرى أن تضاربا ما قد وقع بين آيات القرآن، وحاشا وكلا. نسأل الله أن يفهمنا كتابه وأن يفهمنا مراده، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وهنا زل بعض أهل العلم، بل ومنهم من أنكر الشفاعة بدعوى أن تعارضا قد وقع في القرآن بين آيات الشفاعة فأنكرها بالكلية. أنكر الشفاعة الخوارج وأنكر الشفاعة المعتزلة كذلك، ومن سار على ضربهم إلى يومنا هذا. يعني إن تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم. بل ومنهم من قال بالحرف الواحد بالحرف إن أحاديث الشفاعة تفتح أبواب الجنة أمام الناس سبهللة، هكذا حرفيا سبهللة. لا أبدا، لا تعارض ولا تناقض، فالحق يخرج من مشكاة واحدة، ولكنه الفهم الدقيق. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خطأ وخلاف في الأصول والفروع. يبين لنا في قرآنه أنه لا شفاعة من كافر ولا لكافر. قال الله جل وعلا ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من نفس كافرة جاحدة شفاعة، ولا يقبل فيها أيضا شفاعة. قال تعالى فما لنا من شافعين، حكاية عن الكافرين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. انتبه معي،
أما الشفاعة من المؤمنين وللمؤمنين فقد تظاهرت الأدلة القرآنية والنبوية على ثبوتها، ولا تعارض البتة بين هذه الأدلة. والله لو أعلم أنها أنا أريد أنهم يتخذونهم شفعاء ذكرتها في القرآن.